تاريخ مدينة تل عران. هي أكثر البلدات ذات كثافة كردية، وهي تقع في جنوب شرق من مدينة حلب، وتبعد عنها 22 كيلومتر. هنالك أكثر من رواية عن أصل اسم تل عران. رواية تقول إنه اسم نباتي يعرف بالعران كانت تنبت في محيط تل عران. ورواية تقول أيضا كان لها ملك يعرف باسم عران. والرواية الأصح والحقيقية التي تعرف باللغة الكردية وهي جري آران، أي تل النار. جري آران كانت من أهم القلاع في مملكة الميتاني، واسمها الحقيقي جري آران نسبة للنيران التي كانت توقد فوقها. وموقع التل الكبير والتي كانت في الأزمنة القديمة تستقبل الإشارات النارية من جبل الحص للإنذار عبر التلال المحيطة بها، حيث تظهر التلال بأبعاد متساوية. وتلك التلال تعود بأصلها للكرد لما لها من دلالات تاريخية وشيء من الذاكرة المحلية. فمن الغرب تل الأحمر جري ثور، ومن الشمال الغربي تل هيروت، ومن الشمال تل بلاط تل إيلام، ومن الشمال الشرقي تل دويل، ومن الشرقي تل هيجير، ومن الجنوب الشرقي تل السفيرة تل كاني، وهي تقع في مركز مدينة سفيرة. ومن شرق الجنوب تل ريمان، وشرق جنوب تبعدها بقليل يوجد تل نعامة، تل سبعين، تل فاعور، تل ملوح، تل ريمان. والكثير من التلال تبدو وكأنها تلال ترسم حدودا ما أو طريق ما. تمتد هذه التلال إلى شرق الجنوب، ولا تنقطع هذه التلال باتجاه الشرق والجنوب لمسافة 150 كيلومتر تقريبا إلى محافظة الرقة ومحافظة دير الزور. ومن الجهة الشمالية الشرقية تمتد تلك التلال إلى تل ربعة تل أرفاد. وشمال الشرق لا تنقطع التلال مئات الكيلومترات إلى مدينة رأس العين ساريغاني. من أهم قرى الكردية المنسية في محيط العران على سفح جبل الحص. من جنوب تل عران قرية باشوك، برزاني، زنيان، خرابرش. ومن جبل الحص باتجاه شمال تل عران بلاط كبارة، كور بينكار، تريمان، وقرية جبول، جيبول دشت. شمال تل عران قرية برلهين، بندور. شرق تل عران قرية تريدين، قرية ريان، تل أبو ظنة. تاريخيا تل عران مرت بمراحل عديدة قديمة جدا، فقد وجد على تلها وبين تراب أرضها عملات مختلفة من حضارات عدة، فرعونية ورومانية ويونانية وإسلامية. وجدت الكثير من التماثيل الصغيرة ترمز إلى الحضارة الحورية والميتانية، وبالأخص ملابس المرأة الحورية والميتانية. في الألف الثالث قبل الميلاد شهدت تل عران حربا دارت تحاعى بين الميتانيين والفراعنة، وثم أصبحت عاصمة الآراميين بيت كوس، إلا أنها بقيت التركيبة السكانية لصالح الميتانيين. وفي عام 849 قبل الميلاد قضى الآشوريين على مملكة الآراميين، ما جعل الآراميين التخلي عن جري آران تل آران، ونقلوا عاصمتهم إلى تل أرفاد تل رفعت عاصمة لهم. بقيت تل عران آهلة بسكانها حتى العصور الوسطى الإسلامية، حيث ذكرها بعض الجغرافيين الإسلامية أمثال ياقوت الحموي في معجم البلدان، حيث يذكر تل عران
أن سكانها عجم، وذكرها بالأرض الخصبة وفيها زراعة العنب. تل عران تربطها امتدادات عشائرية وقرابة بالشمال. القرى الكردية: تل حاصل، تل براء، كبارة، تل علم، كفر صغير، أحرص، النيربية، شدود، والكثير من القرى الباب والعزاز، وصولا إلى كلس وعفرين، وصولا إلى باكور كردستان شمال كردستان. منطقة الحص والجنوب إلى منطقة السلمية حمص وبادية الراقة. منطقة الرصافة كانت مناطق مراعي شتوية لقبيلة الرشوان، وشمالا إلى عنتاب، قهرمان، مرعش، كلس، الديامان، ملاتيا، قونيا، سيباس، امتدادات الرشوان والدنان والبراسي. وسنتحدث عن معركة أسطورية التي جرت رحاها على تل السبعين هيت. كان البطل الأسطوري فارس اسمه خليل بيك في القرن السادس عشر. كان خليل بيك زعيم قبيلة الرشوان، ومناطق الرشوان معروفة إلى يومنا هذا: خرابرش الرشوانية، والرشوان قبيلة كردية. كان 4 زعماء لقبيلة الرشوان: عثمان بيك، حمو بيك، رشيد بيك، خليل بيك، في أواخر القرن السادس عشر. ربما جاءهم مرض أو جاءهم الجفاف، وذلك بحسب بيت الشعر مكتوب على حجر بئر ماء في منطقة الرصافة في الرقة، مكتوب عليها: نحن الرشوان، جدنا أبو المهنا، إذ بقينا على الذات 7، وفي حوزتنا أبطال البصل، ما يكفينا. هجرنا البلاد، ليس قصورا من الرجال، ولكن لا سلاح لدينا، وإنما بسبب مرض الهواء الأصفر أيضا هاجرنا البلاد. وتلك سبب هجرة القبائل الكردية المهاجرة إلى الشمال، حيث رحل عثمان بيك ورشيد بيك وحمو بيك مع عشائرهم، وبقي خليل بيك وعشيرته فحسب. وفي تلك الأوقات أتت قبائل العربية: قبيلة الجيس والنعيم والطيب وبني خالد والدليم وغيرهم إلى المناطق الحص، حيث وقعت عدة معارك بين القبائل الكردية من جانب والقبائل العربية من جانب آخر. فكانت تقع المعارك في منطقة تل السبعين، الجبول والسهل. القصة تقول: كان خليل بيك فارس له هيبة، حيث كان يقف فوق تل السبعين ويطلب المبارزة من فرسان العرب، وكان يقتل كل فارس يأتي للمبارزة ويدفنه فوق التل، حيث قتل 70 فارس، وسمي التل باسم تل السبعين. في المعركة الأخيرة بين خليل بيك والأمير ملوح، في تلك المعركة قتل الأمير ملوح وأصيب خليل بيك بجراح بالغة، وعلى إثرها توفي خليل بيك. ولكن قبل أن يموت خليل بيك جمع عشيرته ووضع 3 أطباق، تحت كل طبق حمامة. رفع أول طبق، طارت الحمامة، ورفع الطبق الثاني، خرجت حمامة وهي عاجزة على الطيران، وقد اقتلع ريش جناحيها ولم تستطع الطيران، وبدأت تهرول وهي عاجزة على الطيران. ثم رفع الطبق الثالث، خرجت حمامة جرداء من غير ريش بشكل كلي، ومعلولة لم تستطع حتى الجري. ثم قال لعشيرته: أنا أعلم أني سأموت، وإن أخذتم برأيي ونفذتم ما أقترحه عليكم سوف تكونون بخير. إذا رحلتم قبل أن أموت فمصيركم كما مصير أول حمامة، وإذا تأخرتم فمصيركم كما مصير الحمامة الثانية.
وإذا أبيتم سوف يكون عاقبتكم كخاتمة الحمامة الثالثة. وأتأمل منكم إذا أنا مت تأخذون جثتي وتثبتونها فوق صهوة حصان والرمح بيدي، وتربطون الحصان فوق تلة 70 حتى يتسنى لكم الوقت للرحيل. وقد نفذت القبيلة كما أمرهم خليل بيك، وبعدها بدأت العشيرة ترحل بالتدريج ولم يبقى إلا القليل. وكان قد توفي خليل بيك رحمه الله. قامت أفراد العشيرة بوضع الجثة فوق حصانه بعد أن تيبس ظهر الميت وتصلبت جثته، وهذه الظاهرة مألوفة لجثث الموتى. وتم وضع روحه بيده، وربطوا الحصان فوق تلة 70 ورحل الباقون. وقامت خليل بيك مطلة من على صهوة حصانه فوق التلة لبعض الوقت، والقبائل العربية ترتعد من هول المشهد، لا يجرؤ أحد من الاقتراب. ثم قال أحد العرب من الطرف الآخر، رجل عجوز من قبيلة النعيم، قال: الأمر يدعو للريبة. ثم أني لم أرى خليل بيك يتحرك منذ مدة طويلة، وأرى أن نتيقن من الأمر، وليس من كان حيا أن لا يتحرك. وتكون الوسيلة أن نطلق فرسا عطوف، أي ترغب الحصان الذكر، وحصان خليل بيك ذكر. إذا أطلقنا فرس العاطف ولعلها تثير حصان خليل بيك، فإنها ولا شك سوف تهيج حصان خليل بيك الذكر. وإني على شك أن خليل بيك ما زال على قيد الحياة، ونعلم من أمره وقد أصيب بجراح الأمس. ونتبين باليقين أن خليل بيك الكردي ميت، وأنما هي كانت خدعة لكسب الوقت. وثار ثائرة العرب وجن جنون النعيم العجوز بعد كشف الحقيقة، وأن خليل بيك الكردي ميت، وأنهم كانوا يخافون من جثة الميت. وشعر بالخذلان، وصاح العجوز وباقي شيوخ العرب بصوت عالي على كل من يسمي الرغيف بالخبز كما تسميه العرب أن يبدأ بالهجوم. وقد خاب سعي الغازين للحصول على مكاسب والغنائم، ولم يفلح سعيهم حتى الحصول على خبز الكرد. عشيرة خليل بيك قد رحلت، وبحسب بعض المصادر إن البادية الشامية لم يبقى فيها كردي إلا القليل، وذلك حتى تاريخ أوائل القرن 18. وعادت قبائل الكردية الرشوان والدنان إلى البادية الشامية، وكان الرشوان والدنان سكان حلب في الشتاء، وسكان ريف حلب في الصيف. وعند عودة الرشوان إلى البادية كان زعيم الرشوان حسن غزالة. سكن الرشوان شرق حلب قرية ريان، وقد دعا شيوخ ووجهاء وزعماء القبائل العربية من بادية الشام والعراق إلى بيته، وقد أقام في بناء بيوت الشعر الكبرى. وكان عدد شيوخ العرب والزعماء العربية 60 شيخا وزعيم. بعد واجب الضيافة تساءل حسن بيك ابن غزالة وقال: ها قد عدنا من جديد إلى البادية، فما قول الحضور من شيوخ العرب؟ هل سوف نشهد الغزو والنهب كما في السابق؟ حبذا التوضيح والقول الصريح. فكان الجواب من شيوخ وزعماء العرب: لا والله، نحن لسنا للغزو بعد يومنا هذا، وليس بنيتنا الحرب بعد الآن. ونهض كل شيخ يغز رمحه أمام بيت حسن غزالة، معبرين بذلك عن تحالف بين العرب والكرد، وأن وحدة السيف هو خيارنا، ورماحنا في بيتك هي علامة حلفنا. وعادت عشائر الكردية إلى المنطقة، وبعد وفاة
حسن بيك ابن غزالة كان ابنه بشار آغا ابن حسن غزالة الرشواني شيخ القبيلة. كانوا في الشتاء في قاضي عسكر في حلب، وفي الصيف في قرية ريان وعين صابور وبين دور وكوب بنكار أطراف تل عرب. شيوخ الرشوان والدنان في السنين الأولى من القرن الثامن عشر تقريبا كانوا بشار آغا ابن حسن غزالة وخليل خورتو زعيم الدنان. تفيد مصادر الخبر من الذاكرة المحلية حيث اقترب رعيان الكرد من نهر كان يجري في شرق تل عران، وكان في حينها سكان تل عران من مستوطنين العرب من قبيلة الدليم. عند اقتراب رعيان الكرد من تل عرن لسقي أغنامهم من نهر تل عرن منعهم عرب الدليم وقاموا بضرب رعيان الكرد. وصل الخبر إلى مسامع بشار آغا زعيم الرشوان وخليل خورتو زعيم الدنان، وكانت الفزعة بردة الفعل والهجوم على الدليم في تل عرن. وكان القتلى في أرض المعركة 18 فردا من الدليم العساسنة. وسيطر الرشوان والدنان على تل عرن واستقر بهم الحال إلى يومنا هذا. وفي عهود الدولة العثمانية كان آغا تل عران هو بشار آغا، وتجمع الكرد من جديد. وكان قد وزع بشار آغا الأراضي على الكرد ومن أفراد قبيلته آل غزالة. الآغا سلو غزالة بنى أول مسجد في تل عران، وبشار آغا وهب لوجه الله أرض المقبرة، وعمر قبة حفر بئرا لخدمة المقبرة. عند وفاة أحد أبنائه كان اسمه عمر ابن بشار آغا الغزالة، وقد تم دفنه وهو أول قبر في مقبرة تل عران. ووفد الكرد إلى تل عران وكثر جمع الكرد فيها، وكذلك تل حاصل بقيادة حكمة آغا زعيم قبيلة الدنان. ولم ينقطع التواصل مع أقاربهم في شمال كردستان والجزيرة إلى زمن اتفاقية سايكس بيكو الذي مزقت جغرافية كردستان الكبرى. يبلغ تعداد الكرد في زمن الحالي من سكان تل عران أكثر من 40,000 نسمة، وهم من سلالة أسلاف الكرد الذين كانوا غناما. من الكرد الرحل مهنتهم تربية المواشي، ثم بعد استقرارهم في تل عران عملوا في زراعة كرم العنب وبساتين الرمان. وكانت في السابق تشتهر تل عران بمحاصيل العنب والرمان إلى القرن العشرين، ولكن أصابت المنطقة جفاف عام، وقد جفت عيون الماء ونقصت الماء فيها وتقلصت مساحات الزراعة. وبدأت الزراعة الحديثة كزراعة الورود والخضار في مساحات ضيقة. ثم في أواخر القرن العشرين اكتسبوا المهن في مجالات عدة، ومنها حرفة الديكورات بالجبس، وقد أبدعوا فيها وبات عليهم الطلب في مهنتهم مرغوب فيها في حلب وصولا إلى دمشق ولبنان، ومن ثم إلى الخليج وأفريقيا. وكانوا الرواد في مجال الفنون الحرفية كأخوتهم الكرد في بعض دول العالم، يطوعون الصعاب ويتغلبون على المستحيل. ثم في أواخر التسعينات وصلت إلينا قنوات المياه إلى المنطقة، وقد أعادت الزراعة بعض الشيء، والتعليم كان لا بأس به. وبطبيعة الحال يوجد معلمون ومهندسون وأطباء ومحامون، وبشكل لافت وملموس التعليم هو الأفضل في تل عران. والآن هي أصبحت ناحية ومركز تجاري مهم في المنطقة، أهم من منطقة السفيرة. وعلى مستوى سوق الخضار الكبير البندورة الطماطم
من تل عران مشهورة وتنال رضا الجميع. ولا ننسى تل عران في أحداث سوريا المأساوية، وهي دفعت ثمنا غاليا كونها غنية وسكانها من الكرد، وموقعها استراتيجي جدا وتقع على مفترق الطرق، وهي كذلك على طريق السفيرة وعلى طريق معامل الدفاع وشرق مطار النيرة، وتبعد 6 كيلومتر فقط. وتبعد تل عران عن طريق الرقة باتجاه الشمال 4 كيلومتر، وتحيط بها معامل الجرارات ومعامل الكابلات ومعامل البطاريات وصوامع تل بلاط والمطاحن. ودارت كثير من المعارك في تل عران ومحيطها. وفي عام 2013 جمع الإرهابيون بكل أشكاله على تل عران وتل حاصل للسيطرة عليها ونهبها. وكان المرتزقة يسمون تل عران بالتل الذهبي لما شاهدوه من بيوت وأسواق ومركزها التجاري. ولكن أهل تل عران وتل حاصل قاوموا إلى آخر رمق، وقدموا الشهداء دفاعا عن تل عران وتل حاصل. وفي النهاية سقطت تل عران وتل حاصل بسبب نقص العتاد والعدة، واحتلت تل عران وتل حاصل، وحصرت مجزرة بحق أبنائها الكرد، وهاجر أهلها ل5 أشهر. وبقيت تل عران تحت الاحتلال من قبل المرتزقة إلى بدايات 2014، إلى أن جاء جيش الدولة السورية وهرب المرتزقة من تل عران وتل حاصل، وعاد سكانها بعد التحرير. وبدأ المغتربون من شباب تل عران بإرسال المعونة إلى أهاليهم من أجل إعادة الأعمار من جديد. العشائر والعوائل الكردية في تل عران وتل حاصل، القرى الكردية الصغيرة المحيطة بها. أغلب الكرد في منطقة السفيرة، عشائر الرشوان وعشائر الدنان، وبعض العوائل من الكيتكان والقزرباش. عشائر وعوائل الكردية في مدينة تل عران: قبيلة الرشوان، آل بشار آغا، آل سلو، آل أوسو، آل كنكون، آل كني، آل مراد، آل سلو مردي، آل سكني، آل جابرش، آل كوزا، آل رشيدو، آل دودان، آل وسو. قبيلة الدنان في تل عران: آل حجي، آل عطو، آل حمجية، آل خورتو، آل غريبو، آل كزا، آل حج يوسف، آل حوى، آل مزاريا، آل موشي، آل كورات، آل عرتو. قبيلة كيتكان: آل هندو، آل علي بابا، آل هندو. قبيلة البسكي: آل كربوزو، آل إرخب، آل أبو تل. وآل بوضان من عشائر التركمان، آل جركس من عشائر الكقزلباش. ويوجد نسبة قليلة من تجمعات العربية من عشائر البقارة والصعب والهنادي. عشائر وعائلات الكردية في تل حاصل: قبيلة الدنان في بلدة تل حاصل، آل حمكة آغا وآل خالوصي، آل كالو، آل إنجا، آل طربوش وآل سرقولي، آل حجي، آل عباس، آل رحيمو، آل بلوك. قرى تل عران: عشائر وعوائل الكردية في قرى تل بلاط: آل جعفر عشيرة الرشوان، آل شاهين عشيرة الدنان، آل كورات عشيرة الدنان. عشائر وعوائل الكردية في قرية كبارة: آل حمو عشيرة دنان، آل شاهين عشيرة الدنان، آل باجيكو عشيرة الرشوان.
عشائر وعائلات الكردية في قرية تل علم. آل إبراهيم خليل عشيرة الدنان. آل شاهين عشيرة الدنان. آل إبش عشيرة الدنان. أعمال تل علم الحالية أراضيها خصبة وتشتهر بزراعة الخضروات وهي الرائدة فيها، وزراعة القمح ودوار الشمس والفول والذرة. ويوجد طاقة شبابية جيدة من كل الحرف ومن المثقفين أيضا. لغة تل عران كردية كرمانجية، لهجة جزيرة بوطان الفصحى. رغم الكثير من كلمات العربية في حديثهم، إلا أن كلماتهم الكردية الكرمانجية أصيلة وذات جذور عميقة. وبطبيعة الحال وبحكم الواقع يتحدث الكرد اللغة الكردية وكذلك اللغة العربية. الديانة مسلمون على مذهب الحنفي ومذهب الشافعي. الخدمات العامة يوجد مدارس ابتدائية وإعدادية إلى صف 11. يوجد مستوصف ومستشفى خاص، ويوجد بلدية. يوجد ناحية والنفوس، وتتبعها عدة قرى وبلدات، ومنها تل حاصل، تل بلاط، كبار، تل علم، تريدم، القروطية، تل عابور، تركان، تل شغب. وكل شيء متوفر من الأسواق والمحلات التجارية، ومنها سوق الخضار المركزي والمعروف بسوق الهال. وبالطبع يوجد سوق الملابس ومحلات الصياغة. يوجد سوق الأدوات المنزلية والمفروشات وكل ما يلزم للوازم البيت. وهنالك منطقة صناعية لتصليح السيارات والجرارات. سوق ومحلات الجملة للمواد الغذائية. يوجد مساجد ومطاعم ومقاهي وصالات للأفراح. وفي الوقت الحالي أغلب الشباب في المهجر. هذا ما وفقنا الله به ابن تل عران كي ام شي. وشكرا للأستاذ ماموزدا علي كولو بصوت سردار رامان.